لما ادمن الصف هيطلب مننا تورتايه اكيد مش هنعمله اي تورتايه، وكمان لما يكون بيعشق الشوكليت مش بيحبها بس اكيد هنغرقها له شوكليت. هنعمل النهارده تورتايه خاصه بالنجاح. المفروض كانت تنزل من بدري بس بصراحه كنت مأجلاها شويه. النهارده هنعمل تورتايه كلها شوكليت في شوكليت، والتزيين الروزيتات دي هنعملها بالجناش زي ما انتم شايفين كده. حاجه يعني حلوه قوي. يلا بينا نشوف هنبدأ ازاي. يلا بينا. اول حاجة كده معايا اسبونج مقاس 16، والاسبونج ده هنعمل منه تورتتين مش تورتاية واحدة. بس انا مش هنزل معاكم غير طريقة تزيين واحدة، والتورتاية التانية هنزلها لكم في اخر الفيديو عشان تشوفوا شكلها. اول حاجه كده هنشيل ورق الزبده ونبتدي نقطع الاسبونج بتاعي بالمنشار. المنشار احسن وافضل حاجه للتقطيع للناس اللي مش بتعرف تظبط ايديها في تقطيع الطبقات قد بعضها. فالمنشار ده احسن حاجه بتظبطيه على الرقم اللي تحبيه، وتبتدي تقطعي التورتايه بتاعتك هتطلع لك كلها نفس المقاس، يعني الطبقات كلها نفس المقاس. هنا ما شاء الله طلعت لي 5 طبقات. طبعا لو عايزين طريقة الاسبونج انا مش هنزله بقى غير لما الاقي تفاعل كتير كده وكله عايز طريقة الاسبونج. انا كده كده كنت عاملاه معاكم كتير قوي، بس هنعمله تاني مع بعض. اول حاجه بقى جبت كده نفس القالب اللي كنت خابزه فيه الاسبونج بتاعي، وحطيت فيه كيس بلاستيك نضيف، وحطيت اول رق من الاسبونج بتاعي وحطيت عليه الكريم جانتيه وشويه من الكريسبي. طبعا الحشوات دي اللي تحبيها واللي تفضليها. وطبعا لو حضرتك بتطلعي شغل زي كده يبقى اكيد طبعا لازم نشوف الاول العميل يحب الحشوه ايه، سواء كانت بندق بقى، نوتيلا، كريسبي، اي حاجه العميل يحبها ويفضلها. نحط بقى كل الرقات زي ما بدأنا بالظبط. رق كيك، رق كريمه، رق كريسبي، وبعد كده رق الاسبونج. طبعا بعد ما نخلص خالص هنقفل بقى الكيس البلاستيك ده وندخلها في التلاجة لمدة ساعة. الموضوع ده بيسهل قوي ان الطبقات كلها تطلع متساوية. لما بتحطي الكيس البلاستيك جوه القالب اللي خبزتي فيه بيسهلك جدا ان الطبقات كلها تطلع قد بعضها متساوية. طبعا ده في التزيين يعني تطلع قد بعضها متساوية في التزيين، وشكلها بيبقى حلو قوي ونظامي قوي. نبتدي بقى ان احنا نغطي كل الكيك بتاعنا بالكريمة زي ما انتم شايفين كده. والكريمة بتاعتي دي عبارة عن، يعني المقدار ده اخد معايا كوباية من الكريم جانتيه ونص كوباية من الباستري كريم، وطبعا السكر حسب التحلية، واخد معايا معلقتين كاكاو. طبعا انا هنا حطيت لها الكريمه وهسيبها شويه في التلاجة لان الكريمه الجو حر جدا فسايحه جدا. هبتدي بقى ان انا اجيب الشوجر شيت لان انا التورتايه دي هعملها بالشوجر شيت. زي ما انتم شايفين انا كده هقصه بس كده قص مبدئي، مش هقصه خالص لحد ما التورتايه تخرج من التلاجة واعرف المقاس بالظبط بتاعها ايه. يعني هقص تاني ولا كفايه كده؟ هبتدي ان انا اجيب بقى كريم اسفه. هبتدي اجيب شوكليت خام انا مسيحاها من غير زيت من غير اي حاجه، وبعد ما تبرد كده يعني مش هتبرد خالص، تبقى دافيه كده، واحطها على الشوجر شيت زي ما انتم شايفين وهسيبها تنشف خالص. هنا التورتيه بتاعتي كانت دخلت التلاجة، والكريمه كمان دخلتها التلاجة وتماسكت شويه بعد ما كانت سايحه. وهبتدي اديها طبقة تاني من الكريم جانتيه. طبعا احنا هنا هنعملها بالسكرابر، وكان من الافضل ان انا احط الكريم جانتيه واشتغل بالسكرابر على طول، بس الكريمه طبعا كانت سايحه جدا فما كنتش هعرف اشتغل بالسكرابر ويديني الرسمه دي. طبعا لو الكريمه معاكي شغاله كويس ومش سايحه خالص ما تعمليش طبقتين من الكريم جانتيه، اديها طبقه وافيه خالص من الكريم جانتيه وايه شكلي بالسكرابر على طول الشكل اللي تحبيه. بس طبعا انا هنا ان الكريمه كانت سايحه خالص فاضطريت ان انا ادخل التورتايه والكريم جانتيه في التلاجة ايه يجمدوا شويه. هنا هبتدي اعمل دربات بالجناش. ده جناش يا جماعه وانا مخففاه شويه كمان. طبعا الجناش دوت طريقته عبارة عن ربع كيلو من الشوكولات الخام، وانا بستعمل شوكولات فيينا، وعليهم ربع كوب من اللبن، عليهم ربع كوب من الزيت، وعلى حمام مائي، ونسيبهم يسيحوا مع بعض. وطبعا لو تستخدمين الروزيتات هنسيبه في التلاجة يجمد شوية عشان تعرفي تستخدمين الروزيتات. زي ما انتم شايفين طبعا هنا ابتديت بقى اقص الشوجر شيت الزيادة على قد التورتيه بتاعتي بالظبط. شايفين انا مرضتش ان انا اقصها من البداية حاجة صغيرة.
طبعا بقى ده يعني تورتة شوكليت، فهتلاقي ايديكي شوكليت، هدومك شوكليت، الرخامة شوكليت، في كل حتة شوكليت. شايفين زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا ما كانش المفروض احط جناش الشوكليت دوت، كان المفروض ان انا طبعا حاطط لها خلاص شوكليت على الشوجر شيت نفسه. كان المفروض ان انا استكفى بكده وما احطش جناش، بحيث ان الشوجر شيت يلزق في التورتايه. فما حدش يحط جناش لو هتعملي شوجر شيت، الا ايه الشوجر شيت على الكريم جانتيه على طول. بس طبعا تكوني حاطه عازل ما بينهم، اللي هو الشوكليت الخام اللي احنا سيحناها من غير ولا لبن ولا زيت. وهنا كنت عملت بقى سيليكون اللي هو شبابيك ده، ومعلقه حبيت كده ان انا اكسر بقى كل الشوكليت ده كده. يا نهار ايه ده، كل دي شوكليت! فكان المفروض نكسر كده بحاجه يعني ايه شويه. جبت بقى اللي هو الدست ده الذهبي، وعملت شبابيك لونها ذهبي، وحبيت ان انا احط معلقتين وادهنهم برضو بالذهبي. ودي كانت تورتايه النهارده. دي تورتايه كيوتة قوي كده، مقاس 16. وفي اخر الفيديو هحطلكوا التورتايه اللي انا عملتها التانية. زي ما قلتلكوا كان مطلوب مني تورتتين، عملت التورتتين، بس دي في يوم ودي في يوم، لان كنت تعبانه جدا ما قدرتش اعمل الاتنين في يوم واحد. وهنا كنت خلاص حطيتها في العلبه بتاعتها، وكانت كده دي معايا خلصت تمام. وهنا كانت التورتايه التانية زي ما انتم شايفين، حاجه كده كيوتة قوي وقمر في تزيينها، حاجه بسيطه جدا جدا في التزيين. دي كانت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم.